تخيل معايا كده لو سلاح الجو المصري وخاصة الطيارات الأمريكية تتعطل كلها مرة واحدة وإحنا بنحارب إسرائيل. لو ما تعرفش فالأسطول الجو المصري عنده أكتر من 240 طيارة أمريكية، وده أصلا من أصل 400 مقاتلة، يعني تقريبا أكتر من النص. السيناريو اللي أنا حكيته لك ده عمال يردده الصحفي الإسرائيلي إيلي كوهين بقاله أكتر من يومين، من وقت ما الرئيس السيسي في القمة العربية طنش القيادات العبرية ووجه رسالته للداخل الإسرائيلي، للشعب الإسرائيلي نفسه. من وقتها ونتنياهو زي ما تقولوا كده طالق علينا الكلب بتاعه، وشغال على الشعب المصري حرب نفسيه. شغل تويتات وبوستات على المواقع التواصل الاجتماعي بتاعه بيقول لك ايه بقى عمنا ايدي كوهين، ان في وقت الهجوم على قطر شركات السلاح الامريكي وقفت من عندها كل رادارات الدفاع الجوي، وكمان عطلت الطيارات القطريه اللي كانت ممكن تدافع على الاجواء القطريه. وبيقول لك ان كل السلاح الامريكي اللي في ايد القاده العرب او الجيوش العربيه ممكن في وقت الحرب بدوسة زرار واحدة من الشركات الأمريكية السلاح ده كله يبقى حتة حديد. وموجه كلامه للمصريين وهو طالع كده في لقاء تلفزيوني، وقال لك ايه بقى، ان كل التسليح المصري اللي جاي من امريكا ممكن بدوسة زرار واحدة من الشركات الامريكية ينفجر في المواقع والمخازن بتاعته. عشان كده مصر خايفة تاخد قرار زي قرار الحرب. طب تفتكروا الكلام ده حقيقي فعلا؟ هي فعلا الشركات الامريكية بتحط اكواد تتبع الاسلحة اللي بتبيعها للعرب، او بتحط فيها انظمة عن بعد تقدر تعطل بيها السلاح ده حتى